خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه طيبه للجميع. الفيديو ديال اليوم غيكون على واحد الموضوع كيهم اي مواطن. واش البوليس او اي شخص عنده الصفه الضبطيه، يعني عنده الحق يقلب لك تليفونك؟ واش يقدر يشوف تصاورك، ميساجاتك، فيديوهاتك، ولا اي حاجه فيه بلا اذن ديالك؟ اليوم غادي نجاوبوا على هذا السؤال بالتفصيل، وغادي نشوفوا يعني شنو كيقول القانون المغربي وشنو كيقول يعني حتى الشرع ديالنا بامثله واضحه باش كلشي يفهم. الجزء الاول شنو كيقول الدستور والقانون المغربي. اول حاجه خاصنا نعرفوا ان الدستور المغربي اللي هو القانون الاسمى في البلاد كيحمي الحياه الخاصه ديال كل مواطن. الفصل 24 من الدستور المغربي كيقول باللي الحياه الخاصه لا تنتهك وسريه الاتصالات الشخصيه مضمونه. هذا الشيء كيعني ان تليفونك اللي فيه حياتك الخاصه محمي قانونيا. تخيل معايا تليفونك راه بحال دارك، يعني واش اي واحد يقدر يدخل للدار ديالك بلا الاذن؟ من طبيعة الحال لا. نفس الشيء بالنسبة لتليفونك، المحتويات ديالو راه سرية ومحمية. القاعدة الذهبية بصفة عامة، البوليس الضابطة القضائية ما عندوش الحق يقلب لك تليفونك أبدا أو يشوف شنو فيه إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، يعني الوكيل العام للملك أو وكيل الملك أو أمر من قاضي التحقيق. فلهذا إلا وقفك شي بوليسي وطلب منك تعطيه تليفونك يعني باش يقلبه، راه من حقك تطلب منه يوريك الإذن القضائي. الا ما كانش عنده او ما وراكش هذا الاذن القضائي، فهنا التفتيش راه كيتعتبر غير قانوني. كاين واحد الاستثناء وهو حاله تلبس بجريمه. مثلا الا شافوك كدير شي جريمه مباشره ممكن يحجزوا على التليفون ديالك كدليل، ولكن حتى في هذه الحاله راه باش يشوفوا شنو فيه يعني خاصهم اذن قضائي. يعني الحجز حاجه وتفتيش المحتوى يعني اش كاين في ذاك التليفون حاجه اخرى. قرار محكمة النقد مؤخرا، محكمة النقد المغربية اللي هي أعلى هيئة قضائية في المغرب أكدت هذا الشيء في واحد القرار مهم في أكتوبر 2025، وبطلات حكم كان مبني على أدلة لقاوها في تليفون ديال واحد الشخص بلا إذن قضائي. المحكمة قالت باللي التليفون امتداد للحرمة الشخصية، يعني بحال دارك تماما. هذا القرار راه كيعزز حماية خصوصيتنا. دابا غادي ندوزو للجزء الثاني. شنو كيقول الشرع؟ الدين الاسلامي ديالنا اللي هو جزء لا يتجزا من هويتنا وثقافتنا. الاسلام راه كيحمي الخصوصيه بشكل كبير، وكيعتبر من طبيعه الحال التجسس على الناس من الكبائر. القران الكريم الله سبحانه وتعالى كيقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. سورة الحجرات الآية 12. هذه الآية واضحة كتنهانا على التجسس على بعضنا البعض. وفي السنة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كيزيد يأكد على حرمة التجسس. تخيل معايا شي واحد كيشوف رسالة ورقية ديالك بلا الإذن، بلا إذنك من طبيعة الحال، هذا الشيء راه محرم. نفس الشيء بالنسبة للميساجات في الواتساب والصور والفيديوهات اللي في التليفون ديالك. هذا الشيء أمانة لا يجوز الاطلاع عليها إلا بمصوغ شرعي قوي بحال إذن القضاء في الحالات الضرورية جدا. فهنا الإسلام راه كيحمي ستر المسلم. التفتيش في تليفونك بلا دليل قوي كافي هو كشف لهذا الستر اللي نهى عليه الدين الإسلامي. دابا بعد ما عرفنا حقوقنا قانونيا وشرعيا، اشنو خاصك دير الا تحطيتي في موقف بحال هذا؟ اول حاجه طلب الاذن القضائي. الا طلب منك البوليسي تليفونك راه من حقك تطلب منه يوريك الاذن القضائي، هذا حقك وما تخافش تطلبوا ليه. ثانيا عدم تسليم القن السري هذاك الباسورد او المود باس. يعني ما تسلمش القن السري ديال تليفونك الا اذا كان عندك اذن قضائي واضح وصريح وكيطلب منك دير هذا الشيء. حتى في القانون راه ما كاينش شي حاجه اللي كتجبرك تسلم هذا الباسورد القن السري. في حالة الإكراه، إلا حسيتي بالإكراه أو الضغط باش تسلم تليفونك أو القن السري ديالو، راه ممكن من بعد تدفع بطلان المحضر أمام القضاء، لأن هذا الإجراء كيكون خرق للفصل 24 من الدستور. الاحتفاظ بالهدوء، ديما حاول تبقى هادئ ومحترم وتكلم باحترام مع رجال الأمن، ولكن في نفس الوقت عرف حقوقك ودافع عليها بذكاء. خلاصة القول، تليفونك راه صندوق اسرارك ومحمي بالدستور وبالشرع، وما يحق حتى شي واحد يقلب لك فيه الا باذن قضائي. كنتمنى يكون هذا الفيديو فادكم وعطاكم معلومات مهمه. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.